خالد، الاتحاد يمر بنفس الظروف ومع ذلك لم يضحي بأوتوبونج، والإسماعيلي يمر بضائقة مالية وضحى بأحمد علي. هل أحمد علي هو بداية، خصوصا أن مهاب سعيد مطلوب رسميا إعارته للاتحاد؟ لا، الفرق شاسع بين الإسماعيلي والاتحاد. احنا بننافس على الدوري وهم بيحاولوا البقاء في الدوري الممتاز. احنا عندنا 6 لعيبه في المنتخب. احنا جبنا جون اويري. ايوه، عندك البديل. جبنا جون اويري وعندنا جدون وعندنا ابو جريشه، وفي طريقنا للتعاقد مع 2 مهاجمين كمان. يعني احنا مش هيبقى عندنا مشكله. لكن الاتحاد ما عندوش غير اوتوبونج والعجيزي واحمد جلال والعجيزي مصاب، وما يبقاش عنده غير جدول، بالاضافه الى تالق محمد محسن ابو جريشه. بالظبط، محمد محسن ابو جريشه لاعب امكانياته كويسه جدا، ويمكن الفتره الاخيره اعلن عن نفسه وظهر بمستوى طيب. ومحمد انا عايز اتكلم بس نقطه صغيره عن محمد لاعب نفساني جدا، عايز معامله خاصه وهيبقى من احسن المهاجمين في الدوري المصري. محمد دايما بيزعل وبيحس ان الجماهير يعني مش متحامله عليه وبتحمله مسؤوليه هجوم الدراويش لوحده. فمحمد عايز معامله خاصه وبيفرق كتير. محمد اول موسم رجع موسم 2009 جاب مع الاسماعيلي 8 اهداف. أيوة. وصلنا لنهائي الدوري. اذا محمد من اللعيبه الكويسين اللي ليه اسم في كره القدم المصريه. جودوين لعيب اثبت وجوده ولعيب بيوصل للجون وبيوصل هو للجون، واحرز 3 اهداف. طبعا جون اويري من اللعيبه اللي انا بوعد جماهير النادي الاسماعيلي انه هيكون مفاجاه قويه، لانه لاعب هل جون اويري هيلحق بمباراه الجمعه؟ ما اعتقدش هيلحق المباراه اللي بعدها ان شاء الله. بسبب لازم البطاقة. يعدي شهر عن طريق طلب البطاقه الدوليه بالنظام الجديد الMTS. ولسه الشهر ده باقي عليه حوالي 5 ايام. لكن كل الخوف ان هو البطاقه تتاخر، فمش هيلحق دور ال 16 في الدوري الافريقي. مش هيلحق دور ال 16 في